بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، شاركت الجمعية الخيرية بالمحمدية مع جمعية مشوار الأمل في حملة التبرع بالدم المنظمة من طرف المؤسسة العمومية الاستشفائية والمواطنون. متواجدين على مستوى مستشفى الدحوي بالمحمدية في إطار حملة التبرع بالدم المصادفة ل 14 جوان من كل سنة، فنبارك ونشكر كل من تبرع من ساكنة المحمدية وحتى من خارج الولاية، فنطلب التوفيق والسداد للجميع. اليوم أننا متواجدين بمستشفى دحوي بالمحمدية، يعني مركز التبرع بالدم. أولا نشكر يعني جميع الجمعيات الخيرية التي توافدت يعني إلى المستشفى وبأعضائها للتبرع بالدم، كما نشكر يعني الطاقم الطبي الذي يعني سخر كل الإمكانيات يعني للمتبرعين حتى يتبرعوا بالدم في أحسن الظروف. وكما تعرفون يعني أن التبرع بالدم هذا مشروع خيري وفيه خير كثير، لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فبقطرة الدم تستطيع أن تنقذ حياة. فندعو كل مواطن محمدية يعني أن يتبرعوا دوريا ويتقدموا يعني لمستشفى المحمدية للتبرع بهذه المادة الحيوية التي تكون سبب في إنقاذ حياة الكثيرين. هذا اليوم المبارك وألا وهو كل 14 جوان وهو اليوم التبرع بالدم من كل سنة، وبمساهمة ومشاركة جمعية بن هبة الخيرية وعلى رأسها السيد الحاج دحو خلخال، نثمن ونشكر هكذا خرجات ميدانية. ندعو الله تبارك وتعالى كل المتبرعين وكل القائمين وكل المشرفين على هذه العملية. أتفضل بالشكر الجزيل لكل الجمعيات التي توافدت اليوم على مصلحة البي تي اس بمركز حقن الدم بالمؤسسة الإشفائية دحوي بالمحمدية، التي لم تبخل علينا لا الجمعيات ولا الناس اللي توافدوا من ذكور وإناث لإمداد هذه القطرة تاع الدم. بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، قام مستشفى المحمدية دحو بحملة تبرعية تحت إشراف جمعية الخيرية بن هبة دحو. ونشكر جميع المتبرعين على هذه الهبة، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتهم. إن شاء الله ما تكونش هذه آخر مرة إن شاء الله.